كل أم عندها ابتلاء بشكل ما. ممكن يكون عندها طفل مريض جسديا، ممكن يكون عنده مرض جسدي مش متشاف زي التبول اللا إرادي وغيره، ممكن يكون مريض نفسيا وإحنا مش عارفين، حتى عنده إعاقة ظاهرة. ممكن يكون عندها طفل طباعه صعبة، قاسي، أخلاقه وحشة، متسلط، ما بيعجبوش العجب. في حاجات ظاهرة لينا وفي ابتلاءات مش ظاهرة. يبقى نعمل ايه؟ يبقى ندعي لبعض وندعم بعض ونسند بعض، لأن كل أم بتحارب في جهتها. بلاش نبص على نواقص ولادنا عند ولاد غيرنا، لأن هما كمان عندهم نواقص مش متشافة. ربنا قال في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر ايه؟ وبشر الصابرين. يبقى نصبر ونحتسب ونعمل جاهدين على دعم ولادنا في كل الظروف. كل أم هي بطل حقيقي بكل ما تحمله كلمة تضحية من معنى وحب وصبر. خلونا نكون سند لبعض ونحافظ على الحب والدعم المتبادل ما بيننا.